عندي بنات يخرجن شعورهن أو قليل من الشعر بحجة أن الله جميل يحب الجمال. الله. ما هي نصيحتكم في ذلك؟ هذا دليل الآن عقلي وفلسفي هذا يعني. هو أنا عندي جواب آخر بس ما ينقال هنا مشكلة. شنو الله جميل أحمد؟ لا شوف، هو بنرجع للقضية الأساسية، فلسفة الحجاب. ما هي فلسفة الحجاب؟ الآن إذا بتأتي للبنت في هذا الزمن وتقول لها أن الحجاب لا لغرض إخفاء الزينة، طبعا هو في القرآن صريح ولا يبدين زينتهن، هذه غاية في الحجاب، نحن لا ننكر. الآن كيف نوصل فكرة الحجاب ونغرسها في الطفلة أو البنت؟ بجيها بهالطريقة